لو انت بتدوري على خلاط عملي في البيت يكون معاه مطحنتين يساعدوكي في كل حاجه، عصاير، توابل، قهوه، مكسرات، فالفيديو ده مهم جدا ليكي. النهارده هنتكلم عن خلاط براون ال 500 واط اللي معاه مطحنتين، وهل فعلا يستاهل الشراء ولا لا. الخلاط ده من شركه براون المعروفه، طبعا شركه براون من الشركات العملاقه في السوق المصري، بتنزل موديلات كتيره جدا. احنا النهارده هنتكلم عن الخلاط البراون اللي هو 3 في 1، اللي هو بيكون 500 واط. الخلاط بيكون معاه الدورق بتاع الخلاط لتر ونص، ومعاه مطحنتين. طبعا مطحنه هنستخدمها في القهوه، في السكر، في الرز، لطحن القهوه وطحن الرز وطحن السكر، وواحده ثانيه هنستخدمها في التوابل عشان الروايح ما تكرفش. 500 واط يعني خلاط كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين فيه سرعتين، والسرعه النبضيه يعني السرعه اللي هي اللحظيه اللي بتعمل بيها كده، ادي سرعه وادي الثانيه. تمام. الشفرات بتاعته بتكون ستانلس ستيل قويه جدا، خامه البلاستيك خامه قويه وسهله التنظيف، تصميم بسيط وسهل الاستخدام. يعني لو جينا هنا بصينا على طريقه الفك والتركيب، هنا هنلاحظ ان في حاجه اسمها لوك الامان او قفل الامان. لو جينا فكينا كده وحبينا نركب القطعه دي، هنجيب السهم هنا قصاد السهم زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقفل نسمع صوت تكه الامان كده، الجهاز راكب مظبوط. ولو حبينا نفك المطحنه هنفكها بنفس الطريقه، وهنيجي نركب الخلاط نفسه، هنلاقي ان الخلاط هنا فيه سهم كده بننزله كده وبنقفل وبنسمع صوت تكه الامان. تمام كده الخلاط راكب مظبوط و10 على 10. الفيشه هنا بتكون فيشه ثلاثيه، وده بيوضح لك ان الجهاز مستورد مش مصري. خلاط براون الاصلي موجود عندنا بفضل الله في محلات سنتر حسن وحسين اللي موجوده في محافظه سوهاج في مركز طحطه. كل المنتجات الاصليه موجوده عندنا ان شاء الله باذن الله. الجهاز ده من مميزاته انه خلاط قوي جدا، بيعمل كل حاجه في البيت مش بس عصير. المطاحن بتوفر عليك وقت ومجهود، سهل الاستخدام جدا لاي حد، سريع خالص في خلط الفواكه والخضار، مناسب للاستخدام اليومي، حجمه مش كبير وتحط في اي درج في المطبخ. طبعا هنستخدم الخلاط في العصاير، في الطماطم، الحاجات اللي هي عايزينها نعملها على طول. المطاحن هنستخدم واحده للقهوه والمكسرات والرز والحاجات دي، وواحده تانية هنستخدمها في التوابل. خلاط محترم جدا مكتوب عليه كل البيانات بتاعته على الكرتونه وعلى الجهاز. يعني لو جينا هنا بصينا على الكرتونه هنلاقي كل البيانات بتاعته اللي توضح انه اصلي 100%، مش اي كلام كده وخلاص. وهنا برضو كل حاجه مكتوبه على الكرتونه، علشان بس ايه، موضوع التقليد بقى منتشر جدا في السوق. وفي نفس الوقت الخلاط نفسه هنا مكتوب عليه كل البيانات بتاعته. وهنلاحظ هنا كمان في القاعده بتاعته ان موجود حاجه مطاطيه من تحت كده علشان تمنع الانزلاق، عشان خاطر يبقى ثابت شويه على الرخامه او على الترابيزه. طبعا احنا حاطين هنا ترابيزه ازاز فتلاقيه ممكن يتحرك، لو جينا حطيناه هنا على ترابيزه الخشب هنلاقيه ثابت اكتر. وطبعا المطبخ بيكون عباره عن رخامه، فهتلاقيه مسك اكتر في الرخامه، سهل جدا في الفك والتركيب زي ما وريت حضراتكم. تمام. وفي نفس الوقت المطاحن هنا بتتفك بطريقه سهله جدا. لو جينا هنا قربنا الكاميرا على فك المطحنه، فالمطحنه تتفك كده، الجزء ده يتغسل والجزء ده يتغسل، ونطلع الكميه. طبعا المطحنه هنا هتشيل معانا نص لتر، يعني هتشيل كميه حلوه خالص. وهنيجي نركبها برضو بنفس الطريقه كده، اي حد ممكن يركبها، مش مستاهله يعني، واي حد يفكها، بس طبعا مش هيعرفوا يفكها الاطفال. هنا الترس بتاع الترس بتاع الخلاط كويس خالص، تمام، من الحاجات المحترمه جدا اهو. خلاط من الخلاطات الكويسه جدا، وسعره معقول ومتوسط. لو عايزه حاجه ماركه نظيفه وكون حاجه محترمه ويعيش معاكي وعمر، يبقى خلاط براون. طبعا احنا اتكلمنا عن المميزات وما اتكلمناش عن العيوب. مفيش جهاز موجود في السوق المصري من غير عيوب، لكن الجهاز ده عيوبه قليله. يعني مش مثلا من العيوب بتاعته انه مش مناسب للشغل التقيل، يعني انا ما اشتغلش عليه شغل تقيل، ما ينفعش في المطاعم، ما ينفعش في العصارات، لا ده بتاع استخدام يومي. ال 500 واط برضو مش كتيره، يعني في حاجات مثلا 700 و800 و1000، لكن خلاط يسد معاكي في اي شغل في البيت. تمام. يعني زي بيوتنا المصريه كلها، الخلاط ده خلاط محترم جدا. استخداماته ممكن نستخدمه العصاير الطبيعيه، ممكن نعمل سموزي، ممكن نطحن قهوه، نطحن مكسرات في المطاحن، ممكن نعمل فيه شوربه مهروسات للاطفال،
نعمل فيه صوصات، حاجات كتيره جدا ستات البيوت تعرفها اكتر مني. هقول لكم برضو على بعض النصايح عشان الجهاز يعيش معاكم اكتر. لو عايز الخلاط يعيش معاكي ويعمر ما تشغلهوش فتره طويله، يعني ممكن مثلا اضغط على واحد هنا 30 ثانيه او 40 ثانيه وافصل تاني، اضغط على واحد وبعد كده اضغط على اتنين وارجع على واحد وارجع على الزيرو. ما ينفعش اعمل كده مره واحده عشان خاطر الجهاز يعيش ويعمر معايا. ممكن برضو استخدم السرعه النبضيه، اللي انا اعمل كده مثلا اطحن الحاجه مثلا 10 ثواني او 30 ثانيه وافصل. وزائد ان انا ما ازودش عليه الكميات، يعني انا مثلا لو احط هنا كميه مكسرات يكون يفضل ان انا احط مثلا نص المطحنه، ما املاهاش كلها. وفي نفس الوقت العصير ممكن استخدمه مثلا على، هو طبعا لتر ونص، ممكن استخدمه على لتر وازود ميه. وهنا في مكان هنا برضو في الغطا بنفك دي علشان لو احنا حابين نضيف اي حاجه اهي اهو. ونضيف هنا لو احنا عايزين نضيف مثلا، ممكن نضيف من فوق. خلاط من الخلاطات المحترمه جدا. تمام. برضو من الحاجات اللي لازم انصحكم بيها، ما نحطش حاجه في الخلاط من غير ما احط سوائل. يعني مثلا لو هاجي اعمل اي حاجه ممكن اضيف عليها سوائل عشان بس الخلاط يبدا يشتغل معايا كويس. السكينه بتاعت الخلاط هنا في سكينتين لتحت وسكينتين لفوق، وده بيساعد ان هو يجيب الحاجات من تحت لفوق. تمام. وبرده الخلاط بيتفك من تحت زيه زي المطحنه. حاجه بسم الله ما شاء الله، خامته محترمه جدا. لو انت محتاجه خلاط سعره معقول وفي نفس الوقت يكون ماركه، يبقى خلاط براون اللي هو ال 500 واط ده هيكون خلاط كويس خالص. رايي بصراحه كده، رايي الشخصي، خلاط براون اللي بمطحنتين اللي هو قدامنا ده عملي جدا في البيوت، بيوفر عليك انك تشتري مطحنه لوحدها. ده خلاط ومعاه مطحنتين. معظم الخلاطات طبعا بتكون خلاط ومطحنتين، لكن الخلاط البراون ده خلاط محترم جدا. انا انصح اي حد عاوز يشتري خلاط متوسط، سعره متوسط وفي نفس الوقت يكون عملي، يتوكل على الله ويجيب الخلاط ده. خلاط من الخلاطات المحترمه جدا. ركز معايا هنا في الكرتونه وركز معايا في الموديل بتاعه. تمام. اللي هو مكتوب عليه 3 في 1 ماشي. والرقم ده هنا اهو اكتر، هتبقى واضحه اكتر اهو، الكيو ار. تمام. والسيريال نمبر وكل حاجه، عشان لو انت عايز تشتريه من اي مكان تشتريه. موجود طبعا عندنا في محلات سنتر حسن وحسين اللي موجوده في محافظه سوهاج في مركز طحطه في الفرعين ان شاء الله. بيعمل معاكي كل الحاجات اللي انت شايفاها قدام عينك دي. كده حضراتكم احنا اتكلمنا عن خلاط براون ال 500 واط. يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه كويس. لو عجبك الفيديو اضغط لايك. لو احنا بنقدم لك حاجه مفيده يا ريت تساعدنا ان احنا نكبر وننتشر والناس كلها تشوفنا باللايك بتاعك، وتشترك عندنا في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.